في فرق لما تشوف لاعبين يقاتلون من يقاتلون في أرضية الملعب بشرف بقوة بجهد 90 لمدة إلى آخر ثانية من المباراة، كأنها آخر مباراة في حياتهم. يقاتلون بقوة بشرف، حتى لو كان مصاب لاعب يقاتل من أجل الفريق، من أجل إسعاد جماهيرهم. وفي لاعبين وفي فرق بين لاعبين يقاتلون، لاعبين أطفال لا يعرف مدللين لا يعرفون أساسيات كرة القدم، لا يعرفون عاملين نفسهم أكبر من النادي. صافرات استهجان على الحكم، اعتراضات على الحكم، مدري ايش او مشاكل في الملعب، لعب يعني. أنا ما أتكلم عن مباراة أمس، أنا أتكلم عن فريق برشلونة بكامل. مباراة أمس بس فريق برشلونة قادر يجلب أي شيء إذا حط شيء براسه، قادر يجيبها. بالأمس صحيح إنه خسر في المباراة، لكن أنت متخيل فريقك مهزوم 4-0 في مباراة الذهاب ومباراة الإياب. م- يعني في مباراة الإياب قدم مباراة عاد فيها وكان قادر يجيب الريمونتادا لولا تضييع الفرص. معليش يا جماهير ريال مدريد، أنا عارف أنكم راح تزعلوا مني على هذا الكلام اللي أقوله الآن، لأنه أنا كشخص مشجع لنادي ريال مدريد لا أرضى بهذه مهزلة تصير في ريال مدريد. والله حرام، والله حرام. نادي مثل ريال مدريد لديه زي هذا الرئيس، إدارة لا تعرف، ما تعرف إلا يعني. شوف أنا أجيب لك الدليل الحين. في الموسم الأول ريال مدريد كان مهزوم بنتيجة 3 ضد أرسنال في دوري الأبطال، مهزوم 3-0. مباراة العودة في ملعب السانتياغو برنابيو، في ملعبك أنت تلعب في أرضك وبين جمهورك. مباراة العودة نريد رومونتادا تاريخية لريال مدريد. بالأخير يبلع كمان 2، يخسر في أرضه برضو في ذهاب وإياب. بس الفرق زي كذا، هذا الفرق لما تخسر أنت 4 بنتيجة 4، أنت خسران 4-0، وفي الإياب في ملعبك يعني تقدم مباراة تاريخية، تقاتل بشرف، تقاتل بقوة، لين قاتلوا لاعبين برشلونة بالكامل لين آخر دقيقة، لين آخر ثانية من المباراة، وكانوا قادرين يجيبوا الريمونتادا لولا تضييع الفرص. ولكن حتى خرجوا من البطولة بشرف، وخرجوا بشيء مشرف لجماهير، وشيء حتى الجماهير الآن سعداء من لاعبين برشلونة. لا إدارة زي الناس، لا تحكم